كيف أترك التفكير بمشاكل أهلي وأبي المتوفي وزوجي وأطفال. الفيلم ده كله حتحطيه ورا ظهرك لما تبدأي في رحلة الاستغفار معنا. استغفار وختمات متتالية، أنت في الجنة، والله أنت في الجنة حبيبتي. يعني فعليا من يوم ما تبدأي معنا الاستغفار وتبدأي معنا في الختمات المتتالية، يعني ابدأي باستغفارك. ان شاء الله انت وسط حرب، ان شاء الله انت وسط مشاكل لها اول ما لها اخر، زي ما بتقول هذه اختنا ميرنا، انا ما ابغى اركز في العبادات. ما تقولي انا ابغى اروح مكان اركز فيه في العبادات، ما عمرك حتركزي. ركزي في وسط الضجيج والزحمه، انت ركزي مع صعبه تحركي لسانك وشفتينك وسط الزحمه. حتى لو الناس شافوكي ما في مشكله، ليش تستحي؟ ليش تستحي تذكر الله وتعرف الناس انك انت بتذكر الله؟ ما في مشكلة، خليهم يتكلموا. انت كيف حبيبتي؟ كل شيء يعني حطيه ورا ظهرك، قولي كلا ان معي ربي سيهدين. والله العظيم ربنا حيفتح عليك باب في الجنة وانت في بيتك. الجنة حتكون في صدرك، ما تحتاج تخرجي من بيتك يا مرنا. لا تقولي انا بركز اروح بعيد عن اهلي، فكرتك هذه هي المدمرة. ربنا جعل اختبارك في الدنيا هو اهلك، فتقولي انا بأهرب من اختبار الله؟ حبيبتي مرنا، لما تقولي لي انا ابى اروح عشان اركز فلان ما يحبني ولا فلان مضايقني ولا فلان يعني يسوي لي مشاكل، انت يعني مركزة في الجانب الغلط. ركزي في علاقتك في الله. لو الدنيا كلها تكالبت عليك الله حينقذك منها، انت مع الله، ايش تبغي ثاني؟ طيب هنا تقولي عيالي